الكل دلوقتي مستني يوم الخميس، لأنه اليوم اللي هيشهد واحد من أهم الاجتماعات البنك المركزي في 2025. الاجتماع ده هو الرابع خلال السنة، لكن أهميته المرة دي مختلفة، لأنه هيحدد شكل السياسة النقدية للنص التاني من السنة وسط ظروف اقتصادية محلية وعالمية مش سهلة خالص. بس يا ترى إيه اللي هيحصل الاجتماع اللي جاي؟ قبل ما أقولك إيه اللي هيحصل الاجتماع اللي جاي، خليني أفكرك الأول بالاجتماع اللي فات، لما البنك المركزي خفض أسعار الفايدة بنسبة 1%، وده كان الخفض التاني من بداية السنة. القرار وقتها كان إيجابي وكان فيه مرونة، بس المشكلة إن بعد كده التضخم رجع يزيد وسجل 16.8% في مايو مقارنة ب 13.9% في إبريل، وده رقم يعتبر عالي وبيخلي المركزي يفكر 1000 مرة قبل ما ياخد خطوة جديدة في سعر الفايدة. علشان كده عدد كبير من المحللين شايفين إن التثبيت هو القرار الأقرب المرة دي، والبنك المركزي غالبا مش هيمد إيده على الفايدة دلوقتي لأنه محتاج يثبت الأوضاع ويكبح التضخم. وخبراء قالوا إن بالرغم من إن الفايدة الحقيقية حاليا أقل من 6%، لكن الظروف مش مناسبة لخفض جديد، خاصة مع الضغوط اللي جاية من بره. كمان رأي بعض المحللين إن احتمالية خفض الفايدة موجودة بس ضعيفة، يمكن 20% بس في مقابل 80% تثبيت. وكمان قالوا إن في معطيات زي أسعار الغاز والكهرباء للمنازل والمصانع بتدفع أكتر ناحية التثبيت علشان نحافظ على التوازن. وأضافوا إن التضخم لسه التحدي أكبر، خصوصا بعد ما وصل ل 16.8% في مايو، وكمان مع الزيادات اللي جاية في أسعار الكهرباء والمحروقات بداية من يوليو، فالضغوط التضخمية هتزيد، وعلشان كده أي خفض في الفايدة دلوقتي ممكن يكون مخاطرة مش محسوبة. وبالرغم من ان التوتر الجيوسياسي هدي شوية، الا ان الوضع في المنطقة لسه غير مستقر، وده بيخلي البنك المركزي محتاج يتأنى في قراراته علشان ما يحصلش اي ارتباك في السوق. لو اسعار البترول رجعت ترتفع او الجنيه اتأثر، ده ممكن يضغط على الاقتصاد اكتر. وصحيح ان في مؤشرات بتتحسن زي زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع دخل السياحة وتحسن تحويلات المصريين من بره، لكن التضخم المستورد لسه موجود. علشان كده المركزي لازم يركز على انه يحافظ على الاستقرار المالي وكمان المناخ الاستثماري في الفترة اللي جاية. ولو المؤشرات بدأت تتحسن فعلا، ممكن نرجع تاني نشوف خفض للفايدة في آخر السنة، لكن مش دلوقتي. بس مش كل الناس شايفة كده. فصيل آخر من الخبراء قال إن خفض الفايدة في الوقت ده ممكن يكون خطوة إيجابية، خصوصا إن مصر حاليا في وضع استثماري مستقر وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وبيشوفوا إن خفض جديد حتى بنسبة 1% ممكن يدي دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجع الناس انها تطلع فلوسها من البنوك وتحرك السوق. يعني دلوقتي البنك المركزي بين خيارين: لو ثبت الفايدة هيحاول يمسك التضخم ويقلل الضغوط، ولو خفضها بيدي إشارة دعم للاستثمار والنمو، لكن ممكن يزود التضخم أكتر. القرار مش سهل ومحتاج توازن كبير، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية. بس انت شايف ايه؟ المركزي هيثبت ولا هيغامر بخفض تاني؟ وهل فعلا خفض الفايدة دلوقتي هيفيد الاقتصاد ولا لا؟ شاركنا بتعليقك.